بتبدأ الحلقة وزينة تتكلم مع نغم وتسألها إذا حاسة إن كل اللي صار كان بسرعة، وتقولها إنهم تسرعوا بالزواج، وإن بدر أكيد بيكون زعلان مرة، خصوصاً إنها تطلقت منه قبل أيام. نغم ترد وتقول إن بدر هو اللي وافق على الزواج، وهو اللي قال لطلال لازم نتزوج بأقرب وقت. زينة تقولها إن شاء الله الأمور تمشي بخير. بعدين نغم تسأل زينة متى بتتزوجين من خالد، فترد عليها إن خالد توه طالع من السجن وبيتزوجون لما يلقى شغل مرة تانية. بهالوقت نشوف خادم بدر يراقبهم من بعيد، وبدر في مكان ثاني يخطط لانتقامه. زياد يتصل على زينة ويقول لها إنه يبغى يستشيرها في موضوع قانوني، ويقول إن في بنت أهلها غصبوها تتزوج واحد كبير بالعمر وهي ما تبي، وهربت من البيت وهي الحين عنده. بنفس الوقت طلال وحمزة يجهزون البيت عشان حفل الزواج، وطلال يقول لحمزة يتأكد ما ينسى أي شيء. بعد ما زينة تقول لخولة إن زياد مع البنت اللي هربت من أهلها، خولة تتصل عليه على طول. زياد يرد فتسأله ليه ساعد البنت تهرب، فيقول لها إنه ما ساعدها تهرب، هو طلب منها ترجع لأهلها لكنها رفضت. أمه تدخل وتقول له اللي تسويه جريمة، فيرد زياد إن الجريمة الحقيقية إنهم يبغون يزوجونها رجال كبير وهي ما تبي هالزواج. أمه تحذره وتقول له لا تجي المطعم الحين، لأن الرجل اللي يبغى يتزوجها يدور عليها وعليك بعد، وتقول له إن النغم بتتزوج بكرة. فيرد زياد إن شاء الله بيجي. الخادم يجي عند بدر ويقول له إن طلال ونغم بيتزوجون بكرة، وبدر يتعب مرة بعد ما سمع هالخبر ويحس بتعب شديد، ويطلب من الخادم يتصل على الدكتور. نوال تقول لسلطان إنها لقت وظيفة وبتروح تشتغل، فيسألها عن ولدهم عزوز، فتقول له المربية بتكون معه وهي بتتكفل بمصاريفها. بعدين سلطان يقول لها إنه بيروح البيت خولة عشان نغم تتزوج، فتستغرب وتقول نغم متزوجة، فيرد عليها إنها تطلقت من بدر وبتتزوج طلال، فتقول له أنا قلت لك من قبل إنه نغم تحب طلال. سلطان يسألها إذا بتجي للزواج فتقول لا. زياد يحاول يقنع نوها ترجع لبيت أهلها لكنها ترفض وتقول ما راح ترجع أبدا. زياد يقول لها إنه بيكون معها ويحميها، فتقول له إنها مبسوطة معه وتحس بالأمان، وتقول له إن حياتها كانت مظلمة يوم كانت تشتغل بالمطعم، لكن يوم جاء هو صار كل شي منور، وتبدأ تقول له كل اللي بقلبها، وزياد يعجبه كلامها. نوال تتصل على دلال وتقول لها إن طلال ونغم بيتزوجون، ودلال وسوها يعصبون مرة، خصوصاً إن سوها كانت بتتزوج طلال. الدكتور يجي عند بدر ويقول له إن حالته الصحية بخطر، وبدر يقول إن الموت أرحم له من هالعيشة، لكنه يدعي ربه ويخليه عايش كم يوم لأنه ناوي على شي خطير. يوم الزواج الكل يجي للحفل ويباركون لطلال بزواجه من نغم، وزينة والجدة وخولة يهنون نغم، والكل فرحان بهالزواج. سلطان ينصح زياد ويقول له إنه دايم يدور على المشاكل، ويسأله ليه يساعد هالبنت، فيقول زياد إنها ما تبي تتزوج هالرجالين. سلطان بيقول له لا تروح المطعم لأنه في ناس يدورون عليك، لكن زياد يوصر ويقول بيروح الحين، ويبارك لطلال ويمشي. زياد يروح عند نوها ويقول لها إنه كان بيروح المطعم بس جاء أول يطمن عليها، فتقول له لا تروح. فمرد إنه شخص حر وما يخاف من أحد، ويقول لها تسكر الجوال عشان ما يوصلون له، وبعدين يطلع. خولة وسلطان يجون يهنون طلال ونغم. بعدين خولة تسأل عن زياد، فيقول لها سلطان إنه راح للمطعم، فتقول ليه ما وقفته، فيرد إنه حاول بس زياد ما سمع كلامه، فتقول خولة لازم نروح للمطعم، وطلال يقول إنه بيروح معهم. ما نشوف عصابة مزعال ماسكين فرقة زياد داخل المطعم، وبنفس الوقت يوصل زياد للمكان. واحد من العصابة يجي عنده ويقول كيف حالك يا زياد؟ زياد يسأله أنت مزعال؟ يرد عليه نعم أنا مزعال. بعدها مزعال يضرب زياد بقوة لين يطيح بالأرض، ويسأله عن نوها، لكن زياد يقول ما أدري وينها. فيدفعه مزعال مرة ثانية بقوة. في هاللحظة يوصل سلطان وخولة وطلال. سلطان يدفع مزعال بقوة ويبدأ يوبخه، ويقول له إذا ما طلعت بتواجه عواقب ثانية. سلطان يعصب على العصابة ويأمرهم يطلعون وإلا بينسجنون، لكن مزعال يقول إذا اكتشف إن لزياد علاقة بهروب نوها بينتقم منه، وبعدها يطلعون من المطعم. سلطان يعانق زياد ويقول له يبتعد عن المشاكل. زياد يعتذر له ويقبل راسه. خولة تقول لزياد تعال نرجع البيت، لكنه يرفض ويقول بيبقى مع الشباب. بمكان تاني خادم بدر كي يجيب له الدواء ويقول له إنه طلال ونغم تزوجوا، وبدر يصارع الموت. صاحب المطعم يحذر فرقة زياد ويقول لهم ما يبي مشاكل داخل المطعم، ويقول لهم هذه آخر مرة.
نوال تستعد تروح لشغلها، سلطان يسألها عن هالوظيفة فتقول له إنها قالت له قبل إنها شي مضمون، لكنها ما تقول له وين المكان. نشوف نغم وطلال مبسوطين بزواجهم. نغم تسأل طلال وين بيروحون شهر العسل، فيقول لها بيروحون لكن مو الحين، لأنه بدر مريض وهو بيحاول يرجعه للبيت لين تهدأ الأوضاع وبعدين يسافرون. بعدين طلال يقول لنغم إنه يحبها، وهي تقول له بعد إنها تحبه. نشوف اجتماع بالشركة، مشعال يبارك لخولة ويقول لها إنه وافق لهم على زيادة رواتب الموظفين، فترد خولة إن هذا حقهم. بعدين يقول لها عنده مشروع يبي يستثمر فيه عشان يزيد أرباح الشركة، وهو الاستثمار بالمجال البحري، وسلطان عنده خبرة بهالمجال وهو اللي بيتكفل فيه. خولة تروح لمكتبها ويجيها محامي شركة تبوك ويقول لها إن على الشركة الدين ولازم ينسدد بأقرب وقت، فتقول له إنها بتكلم مجلس الإدارة بهالموضوع. إبراهيم يجي عند مشعال ويقول له إنه جمع كل المعلومات عن سلمى، متى مرضت والأدوية اللي تستخدمها. مشعال يقول له ممتاز، والحين بيخلي سلمى تجن وبيفقر خولة ويرجعها لنفس حالتها القديمة لأنه ناوي ياخد كل شي. بعدها مشعال يروح لنوال بالمكتب اللي وظفها فيه ويسألها إذا ارتاحت بالشغل، فتقول له نعم. يقول لها يبيها ترتاح لأنه عندهم شغل تاني، وهو إنهم يرجعون خولة لمكانها القديم وترجع للفقر. نوال تكون مبسوطة بالشغل مع مشعال لأنها تبي تنتقم من خولة، أما بدر فحالته تسوء مرة. الخادم يجي يعطيه الدواء لكنه ما يشربه. بعدها بدر يتصل على طلال ويقول له إنه سمع بزواجهم. طلال يقول نعم. بدر يبارك لهم ويعتذر إنه ما قدر يجيب الهدية لأنه مريض مرة. طلال يطلب منه يرسل له الموقع عشان يجي عنده، وهنا تنتهي الحلقة.